يا جماعة أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة معانا 3 مواضيع حلوين نتكلم فيهم. ندخل على طول في تفاصيل أول قصة معانا، وهي يعني خبر الناس بيتهيأ لها إنها تسمعه قريب أو ممكن يكون حقيقة. هتشوفوا دلوقتي، هنتكلم في تفاصيل الموضوع ده كله. هو انتقال وسام أبو علي لبيراميدز. طبعا ده مرتبط بوجود وسام في مصر، وإن هو بيشتري وحدة سكنية جديدة، أو يعني الراجل موجود في مصر وكان من صارم لعيبة الأهلي. فالناس ربطت الأحداث ببعض، خاصة إن وسام أول لما مشي من الأهلي وراح أمريكا طلع كلام إن هو ده كوبري لبيراميدز، ولكن ممكن يكون منطقي يعني. ولكن أنا هكلمكم كمعلومات يعني. لما راح خطوة كولومبوس الأمريكي، خاصة في وقت كان اتأخر فيه في موضوع التسجيل، واتقال إن هو هيرجع مصر وممكن يكمل مع الأهلي أو فريق هيبيعه البيراميدز وقصة كده. سألت مصدر مهم جدا في بيراميدز وقلت له انتوا تقدروا تجيبوا وانتوا عايزين وسام ابو علي، او وسام ابو علي هيجي عندكم، او في نية البيراميدز ان هو يجيب وسام ابو علي الحقيقة يعني. وده مصدر أنا واثق فيه جدا 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 يعني. رد عليا رد واضح وقال لي لا وألف لا. قلت له ليه لا وألف لا؟ ده وسام ده أي حد يتمناه، ده يعني انتوا عندكم مايل لي لكن مايل لي لو مشي، فيعني وسام ده حاجة ما تتسابش يعني. قال لي احنا مش هندفع. قال لي كولومبوس شاريه من الاهلي ب 8 مليون دولار تقريبا، هندفع لهم كام؟ هندفع لهم 10 مليون دولار. قال لي مش هندفع. قال لي دي يعني بيراميدز هيدفع يجيب لعيب، اوكي ممكن يجيب لعيب يدفع 2 3 مليون دولار، لكن سياسة النادي انها مش هتدفع 10 مليون دولار عشان تجيب لعيب. يعني دي سياسة الإدارة إن هي مش هتدفع المبلغ ده عشان تروح تجيب لعيب. وفعلا يعني احنا ممكن نشوف رواتب لعيبة بيراميدز كويسة ومستقرة، وهو بيقدر ان هو يجيب اي لعيب، خاصة مثلا لو فري او في قصة او خناقة عليه مع الاهلي او الزمالك. يعني خلينا الاهلي الزمالك دلوقتي الكد عنده مشاكل في موضوع الصفقات وكده، لكن مع الاهلي ممكن في لعيبة تفضل ان هي تروح بيراميدز عشان خاطر يعني مفيش ضغوط، الراتب كويس، من اكبر رواتب في مصر طبعا. الدنيا مستقرة هناك، الدنيا كويسة، فرقة بتنافس مهما كان، فبالتالي بيئة كويسة يعني إن أنت تشتغل. يعني في لعيبة طبعا في المقابل يعني يقول لك لا أنا مثلا مش هروح نادي غير جماهيري، أنا عايز أكون موجود في نادي جماهيري. وفي لعيبة تقول لك لا أنا مش عايز ضغوط جماهيرية. فبالتالي نرجع لموضوعنا. قال لي لا مش هنجيب وسام. قال لي وسام مش في حساباتنا لا دلوقتي ولا بعد كده. وقال لي تخيل